السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. حبايب قلبي، النهاردة هنعمل فكرة سمك جميلة جدا ونوع سمك تحفة هيعجبكم ان شاء الله. النهاردة الفكرة بتاعتنا جميلة جدا، هتخلي السمك بتاعنا خفيف ولذيذ، وولادي كل يوم هيقولولك اعمل لنا يا ماما سمك من ده. الطريقة بتاعتنا جميلة جدا، تعالوا معايا ندخل على الفيديو نشوف احنا عملنا طريقة السمك ازاي، وهو نوع السمك الجميل جدا اللي ولادنا هيطلبوه مننا كل يوم. بصوا بقى حبايب قلب، انا معايا هنا سمك. السمك دوت اسمه سمك موزة، احنا عندنا بنسميه سمك موزة. بيبقى طويل كده وليه بوز رفيع من قدام، من عند راسه كده ليه بوز رفيع. انا بقى جبت السمك دوت وقطعته كده بالشكل ده. بصوا بقى الخطوة بتاعتي، السمك ده انا هخليه دلوقتي من الشوك. هو فيه سلسلة بس ما فيهوش الشوك الرفيع خالص. فانا هنا هجيب السمك بتاعي دوت. بصوا، بمسك السمكية على كف ايدي كده، وبقوم حاطه ايدي كده عند حرف الشوكة وبسلكها بالراحة. السمك ده ما فيهوش الا سلسلة بس، ما فيهوش الشوك الرفيع اللي يبقى في الجناب. بصوا هتبقى بالشكل ده. بالراحة كده، بالراحة بسايس حتة العضماية اللي في السمكة. بصوا بسلكها للاخر وبقوم كسرها كده. بصوا اهو، وبقى انا كده خليت السمكاية من العضماية اللي فيها، وحولت السمك بتاعي من سمك موزة لسمك جزل. بصوا هيبقى فيه اللحمة بس. ناخد بقى واحدة تاني، احنا كده خدنا حتة من ناحية الديل، هناخد حتة كده من المربعة دي. بصوا اهي ما فيهوش الا السلسلة بس، والسلسلة بتاعته كمان عضماية، مش السلسلة اللي فيها شوك كتير. عشان بيضايق اولادك، اكترية الاولاد يقولك لا احنا مش عايزين ناكل سمك علشان الشوك. لا بصوا، سهل جدا وهتعمليه بكل سهولة، وهتخليه كده من الشوك. بصي الطريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة. انا كنت المفروض اوريكم السمكية قبل ما انا ما اقطعها، لكن سهى عليا خالص، نسيت خالص اوريكم شكل السمكية وهي كلها على بعضها. فانت لو رحت تشتريه قولي له انا عايزه سمك موزه. هو بصوا لونه عامل كده فضي كده، والسمكيه طويله وليها بوز طويل كده من قدام. هكمل بقى باقي كميه السمك بنفس الطريقه اللي وريتها لكم. بصوا بتك كده من ناحيه الحرف بتاع العضمايه، وبقلبها عشان تبقى على عدلة ايدي، وبسلك منها العضمايه. بعد ما شلت منه العضمايه اللي فيه، شطفته تاني ونقعته في شويه ليمون وشويه ملح وشوية خل، وسبته يتنقع وشطفته وصفيته. جبت بقى راس توم، طحنت عليها قرنين فلفل حامي في الكبة، وكمان معايا توابل، معايا كزبرة، معايا كمون، بابريكا، فلفل اسمر وملح، وكمان معايا ليمونة. هعصر بقى كده الليمونة كلها كده على التوم والفلفل. لحد هنا تمام، وقولوا لي رأيكم بقى في طريقة خلي السمك من الشوك بالشكل ده. بصوا بقى كده حبايب قلبي، انا هجيب الخل، هنزل بمعلقتين خل، وهنزل بباقي كمية التوابل كلها. كمية التوابل اللي معايا، طبعا انا متوصية بالكمون والكزبرة لان السمك بيحب الكمون والكزبرة جدا. لو انت عايزة تزودي بقى فلفل حامي تاني او شطة براحتك. هجيب بقى قطعة السمكية، وبالراحة حبايب قلبي علشان زي ما بقولكوا احنا خلينها من الشوكة، فمفيش حاجة ساندة السمكية بتاعتي. وهبدأ دلوقتي بقى اتبلها بالشكل ده كده، وهقفلها كده على بعض، وهكمل باقي كمية السمك بنفس الطريقة. تبليه بقى تتبيلة حلوة كده، وسيبيه قيمة ساعة او ساعتين يشرب من التتبيلة. ايه رأيكم بقى في الفكرة بتاعتي النهاردة؟ لو عجبتك بقى فكرتي النهاردة في خلي السمك وطريقة التتبيلة بتاعتي، اضغطوا لنا لايك وشير للقناة. اللايك يا حبايب قلبي بيدعم الفيديو، بيوصله لأكبر عدد من المشاهدين. حاولي على قدر الامكان تظبطي قطعة السمك بتاعتك بالتوابل علشان ما تبقاش فيها حتة متبلة وحتة لا. مهما كان، حتى لو الحتة كبيرة وانت عايزة تقسميها نصين اقسميها، مفيش مشاكل. بالشكل ده كده هكمل بقى كمية السمك بقى بنفس الطريقة. عايزة اقول لكم السمك كان طعمه جميل جدا ومسكر زي العسل. جبت بقى هنا كوباية ونص دقيق، او على حسب كمية السمك اللي انت هتعمليها،
وهبدر بقى الدقيق بتاعي بالشكل ده. دي اول خطوة في طريقة دي تاني خطوة، يعتبر اول خطوة اللي انا طريقة خلي السمك، وبعد كده تبلته، ودي تالت خطوة في السمك بتاع النهاردة. هبدره بالدقيق. لسه في خطوة كمان. الخطوة بقى اللي جاية دي جميلة جدا، هتعجبك، وممكن تجربيها في اي نوع من انواع السمك. حتى لو انت هتعملي جمبري هتعمليه بنفس الطريقة. هتبدري كده بالدقيق بالشكل ده، وبعد كده هتعملي الخطوة اللي انا لسه هعملها. الخطوة اللي جاية دي جميلة جدا على فكرة، هتعجبك، ولو جربتيها طول عمرك هتبدأي هتعملي السمك بنفس الطريقة. اي نوع سمك إن كان لو عملتيه بنفس الطريقة هيعجبك جدا، وهيعجب كل افراد اسرتك. بدري السمك بتاعك تبدير حلو كويس جدا، وشربيه كده من الدقيق بالشكل ده كده. زي ما بقولك، لو لقيتي القطعة كبيرة ممكن تقسميها نصين. بصوا بقى، انا جبت الدقيق اللي اتفضل مني، وجبت كوباية مية، وجبت باقي التتبيلة اللي انا كنت متبلة بها السمك، وهنشوف دلوقتي هنعملها ازاي. الدقيق اللي انت بدرتي بيه السمك ما ترموهوش، حطيه، ولو عايزة تزودي الكمية زوديها، بس ما ترموهوش. هنزل بقى هنا بكوباية المية، وهقلب بقى كده بالمضرب الدقيق لحد ما اخليه عجينة سايلة. بس مش عجينة سايلة خالص، بس هيكون عجينة زي عجينة البانكيك كده، او اخف شوية زي عجينة الكريب. قلبي بقى الدقيق بتاعك كويس جدا لحد لما كله يدوب ويديك النتيجة اللي انت عايزاها. بعد كده هنزل بمعلقة توابل من اللي انا كنت متبلة بيها السمك. بصوا، هنزل بمعلقة كبيرة كده من التوابل اللي انا كنت متبلة بيها السمك، وهقلب بقى كويس. وكل ما اعوز ميه احط حبه حبه لحد ما تلاقيني النتيجه اللي انا تديني النتيجه اللي انا عايزاها. عايزه اقول لكم الخطوه دي جميله جدا، كل مطاعم السمك بتعملها علشان تديكي نتيجه القرمشه اللي بنلاقيها في الجمبري، او في طريقه السمك اللي احنا بنجيبه ايا كان. الطريقه دي حلوه جدا جدا، جربيها، ولادك هيحبوها جدا، وهيلاقوا السمك مقرمش من بره وطري من جوه، خصوصا ان انت بتكوني مبدروه. ممكن كمان تحطي معاه معلقه نشا. معلقه النشا برضو بتخليه مقرمش وجميل جدا. بتلاقي السمكية بتاعتك مقرمشة من بره وطرية من جوه. الخطوة دي حلوة قوي، جربيها في اي نوع سمك انت بتفضليه. حتى لو هتعملي جمبري اعمليه بنفس الطريقة. انا بقى بدرت طبعا السمك كنت مبدراه وشايلاه كده على جنب، وهبدأ بقى اخد قطعة السمك بتاعتي وهنزل بيها في العجينة اللي انا لسه عاملاها. الحلة دي كنت عاملة فيها رز ببصل، وكنت مهدية عليه النار. هاخد بقى كده قطعة سمك قطعة سمك، وهنزل بيها في العجينة اللي انا عملتها. حتى انت بصي كده عند بتاع السمك ممكن هتلاقيه عامل العجينة دي. انا بقى هنا سخنت الزيت بتاعي، وانزل بقى كده بقطعة سمك قطعة سمك لحد لما احط الكمية اللي هتكفي الطاسة بتاعتي. الطريقة دي حلوة قوي، جميلة جدا، جربوها هتعجبكم ان شاء الله. كمل بقى بقية كمية السمك بتاعتي بنفس الطريقة. هنزل بالسمك بتاعي في العجينة، وبعد كده هنزل بيه في الزيت السخن. الطريقة سهلة وبسيطة جدا وجميلة. صدقوني لو عملتوا السمك بتاعكم بالطريقة دي ولادكم كل يوم هيطلبوا منكم السمك وهيحبوا، خصوصا لما يكون السمك مفيهوش شوك. كل اولادنا الصغيرين او ايا كان حتى لو كبار صدقوني بيقولك لا شيلي الشوك فصصهولي انتي. بالطريقة دي جميل جدا جدا جدا. وبكده حبايب قلبي خلصت قلي كل كمية السمك بتاعتي. السمك بتاعي كان طعمه جميل جدا، كان شارب من التتبيلة، مقرمش من بره وطري من جوه. قطعة السمكية حلوة، وكفاية ان هو مفيهوش شوك وهتاكليه على طول. اعملي جنبه رز ببصل، عايزة تخليه هو كده كفاية، وتاكلوه كده بالعيش جميل جدا. انا عن نفسي عملت جنبه رز ببصل جميل جدا وطعمه تحفة.
السمك من جوه طعمه في منتهى الجمال. اتمنى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واللي اول مره يشوف القناه يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله. استودعكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.